دي مفاجاه مدويه، مباراه سيئه من النادي الاهلي. الاهلي بيخسر 2-1 من المصريه للاتصالات وبيخرج من دور ال 32 في كاس مصر. ويلا بينا نبدا بالشوط الاول. الشوط الاول بسوء اداء من النادي الاهلي، وتيجي الدقيقه 7 بانفراد غريب بيضيع من جردشار. كان عنده 3 خيارات لكن اختار القرار الاصعب ان هو يلعب وش رجله خارجي. كان ممكن يراوغ الحارس او يحطها من فوقيه او ياخد القرار السهل وان يمررها لطاهر اللي كان على شماله، ويفضل سوء الاداء مكمل لغايه الدقيقه 29. وبيجي انفراد لمهاجم المصريه للاتصالات اللي بيعدي من ياسين مرعي لكن بيتالق فيها سيحه. تيجي الدقيقه 41 الكره من ناحيه الشمال عند طاهر اللي بيلعب عرضيه توصل لعمر كمال ومن لمسه واحده بيسجل فيها الهدف تقدم النادي الاهلي. وبينتهي الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 1-0. ويلا بينا نبدا بالشوط الثاني. بدا الشوط الثاني بتبديل النادي الاهلي، بيخرج محمد شريف وبينزل مكانه حمزه عبد الكريم. وفي الدقيقه 48 تسديده للمصريه للاتصالات لكن بتعدي ورا الثلاث خشبات. ويفضل سوء الاداء مكمل في الشوط الثاني. وفي الدقيقه 57 تبديل للنادي الاهلي، بيخرج محمد عبد الله وبينزل مكانه حسين الشحات. في الدقيقه 68 عرضيه بتوصل لحمزه عبد الكريم لكن ما بتعملش معاها باحسن شكل. وفي الدقيقه 74 هجمه خطيره للمصريه للاتصالات لكن بيتالق فيها محمد سيف. في الدقيقه 81 هدف ساذج بيخش في النادي الاهلي، كوره من ناحيه اليمين اتلعبت عرضيه عاليه تترد من ناحيه الشمال لفريق مصريه للاتصالات لجوه ال 18 بتترد تاني لمصطفى فوزي اللي بيسجل منها هدف التعادل. والهدف ده يسال عنه خط دفاع النادي الاهلي، ما يسالش عنه محمد سيح. في الدقيقه 89 رأسيه من حمزه عبد الكريم لكن بتعدي من فوق 3 خشبات وما تعملش معاها باحسن شكل. بينتهي الشوط الثاني بالتعادل بين الفريقين. وبتبتدي الاشواط الاضافيه بتبديل النادي الاهلي، بيخرج اشرف داري وبينزل مصطفى العيش. طبعا اشرف داري خرج للاصابه كالمعتاد. في الدقيقه 92 فرصه خطيره لمصريه للاتصالات لكن بتعدي بسلام على شباك النادي الاهلي. في الدقيقه 97 تبديل النادي الاهلي، بيخرج جراديشار بينزل مكان عمر سيد معوض. فاكر الشوط الاضافي الاول تبديلتين للنادي الاهلي، بيخرج محمد شكري للاصابه واحمد رضا وبينزل مكانهم ابراهيم الاسيوطي وابراهيم عادل. وبينتهي الشوط الاضافي الاول بالتعادل. وبيبدا الشوط الاضافي الثاني بسوء اداء من النادي الاهلي من غير حميه ولا غيره على تيشيرت النادي الاهلي من اللعيبه. في الدقيقه 111 كره توصل لعيبه المصريه للاتصالات ويسجلوا الهدف الثاني. وبعد تسجيل الهدف الثاني ما شفتش روح من لعيبه النادي الاهلي. وبينتهي اللقاء بفوز المصريه للاتصالات. ومفاجاه غريبه، والاهلي بيودع كاس مصر من الدور 32. في لعيبه كتيره لازم تمشي من النادي الاهلي لعبه النهارده، على راسهم جراديشار واشرف داري واخدين مكان لعيبه اجانب على الفاضي، غير بقى اللعيبه المصريين زي محمد شكري او عمر كمال او مصطفى العيش او احمد رضا او احمد نبيل كوكا او محمد شريف او طاهر محمد طاهر. كل دي اسامي ما ينفعش تكمل في النادي الاهلي، ما ينفعش دي حتى تبقى دكه النادي الاهلي. يعني الماتش اللي فات كنا بنلعب بالناشئين، كان الماتش كان احسن، اللعيبه كانت بتلعب احسن، لكن الاهلي هيرجع يستهدف تاني ماتشات في كاس عاصمه مصر يوم الثلاثاء الجاي قدام المقاولين الساعه 8. وصلي على